مرحبا بكم في المد الرياضي، المنصة الاستثنائية لكل عشاق ومتابعي الرياضة العربية والعالمية. نحن هنا لنأخذكم في رحلة مليئة بالحماس والشغف وسط أمواج الأحداث الرياضية. اشترك بالقناة وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. اشترك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير، دائما الانطلاقة بالعناوين. ملف بدر أرزيزة ينجح في انتخابات الاتحاد السعودي وبقية الملفات مرفوض. انزاغي يقود الزعيم لموسم ثاني على التوالي. الإيطالي لا زال محل شك عند الجماهير. النصر يجتاز الأزمة المالية ويعلن التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لقيادة وسط العالم. الأهلي في مرحلة ما بعد ييلسا بين الطموح والتخوف، والعميد يريد من ينسى كتابة التاريخ. أهلا بكم من جديد في دورينا غير. رجعنا لكم في موسمنا السادس، ومع كل موسم بكل تأكيد تتجدد الحكاية وتتجدد معها مسؤوليتنا بأن نكون معكم في قلب الحدث دائما. هنا نرصد الخبر، نقرأ التفاصيل، ونضع الأحداث أمامكم من مختلف الزوايا، فنية وإخبارية وتحكيمية. في هذا الموسم حقيقة نرجع بروح جديدة، أفكار متجددة، طموح أكبر. ودنا دائما نكون عند حسن ظنكم، وأن نكون أقرب لكم في اهتماماتكم، ونقدم لكم محتوى يليق فيكم. راح نكون معكم في كل التفاصيل، نبحث عن المعلومة، نتحقق من الخبر، نفتح الملفات اللي تستحق النقاش، ومعكم نواصل المشوار وبدعمكم للموسم السادس. ومن شاشة SBC نلتقي فيكم في نفس الموعد كل يوم. أهلا بكم من جديد في دورينا غير. والآن نبدأ تفاصيل حلقتنا. أبنطلق أكيد بكل تأكيد بشركائي في هذه الحلقة، الزملاء الأعزاء اللي رحب فيهم في أولى حلقاتنا في دورينا غير، الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله علي. هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا عبد الرحمن. هلا ومرحبا ابو ساره. مسي عليك على الزملاء الاعزاء. اكيد سعيدين متواجدين الموسم السادس منذ انطلاق البرنامج الى اللحظه هذه، ما شاء الله تبارك الله. نسال الله التوفيق، نكون دائما عند حسن الظن. مسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير بحول الله تعالى، انه يكون موسم ناجح بحول الله تعالى ومنزل مبارك باذن الله تعالى. حمد سويلحي اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا ابو ساره، احييك وحيي جميع الزملاء الاعزاء، رغم انه مر يمكن بس 10 ايام على الاجازه، لانه والله اشتقنا لهم كثير، سواء علي او ماجد كنا قللها ولا او حتى مشعل. لا اسبوع بعد صح؟ لا اكثر. ايه ايش دعوه؟ ما ادري، احس انه ما تشكي يا ابو ابراهيم. يعني ما اخذنا اجازه يعني كافيه. هو حياتك الا اجازه بس، مش في زعلان الحين؟ لا والله عبد الرحمن يا ريت لا صح، ما مدانا انت بس رجعنا مره ثانيه. بس كنت في انترناشونال فايب. بس هذا الموسم يعني الموسم ترى حتى الانديه صح ما ريحت كثير، كاس عالم وبعدين فترة الإعداد للموسم. صح. عموما إن شاء الله بإذن الله نقدم موسم يرضي بإذن الله ذاقة الجماهير، نقدم لهم المعلومة الموثوقة كعادة دورينا غير بإذن الله مع بقية الشباب. أكيد. رحب بي العزيز ماجد هود من جدة. حياك الله ماجد. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك أبو سارة، ومسي عليك ومسي على زملائي علي وحمد ومشعل، وإن شاء الله يا رب تكون بداية خير كعادة دورينا غير بإذن الله. وإن شاء الله يا رب تكون مفيدة، ونجيب الأخبار، نقول الأخبار الموثوقة دائما مع زملائي للمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. كذلك رحب بي العزيز مشعل العتيبي. حياك الله مشعل. أهلا وسهلا فيك، سعيدين بحضورك. الله يحييك أبو سارة. رحب فيك ورحب بالزملاء علي وحمد وماجد. باذن الله يكون موسم يعني ممتاز للكره السعوديه ومليء بالانجازات باذن الله. باذن الله تعالى. ما شاء الله استديو هذا، ها مايك وشغل. هذا لازم نواكب الموسم الجديد. ايه اقول انا في الاستوديو الجديد نواكب الموسم الجديد. والله دائما اذا تغير الاستوديو، واليوم احنا في قناه SBC، لا ننسى اكيد نذكر مشاهدينا الكرام ان احنا موجودين معهم على قناه SBC وعلى اذاعه جده FM وعلى منصه شاهد ومنصه الاولى. اذا تغير الاستوديو تغير الروح. حسيت اني الحين اثقل شوي، بس الاستوديو الماضي مرن شوي، الحين اثقل انا شوي، عرفت؟ يعني كلمتك محسوبه. شوف التجديد حلو عبد الرحمن. إيه؟ يعني التجديد مطلوب صراحه. إيه؟ والاستوديو هالسنه مختلف، يعني انا بالنسبه لي اشوف فيه في تطور كل سنه. صح. يكون اجمل وافضل كعاده دورينا غير صراحه باذن الله تعالى. ماني بسالك الاستوديو علي،
ادري بخاطرك تقول بس مين بساعد. لا، هذه جميل. شوف جميل. شوف الالوان اللي وراه، شوف الالوان اللي وراه. ذهبي جولد علي دائما ذهبي. ذهبي اصفر. علي معدن بس. بس يا سلام، خلي الشاشه كذا إيه؟ شوف اللون كذا. طيب جميل جدا، جميل. طيب اكيد الملف الاسخن الان في الساحه الرياضيه، ادري الملفات الساخنه بالنسبه لكم هي تعاقدات الانديه والشباب. عندنا اخبار كثيره اليوم في الحلقه، لكن لابد ابدا في انتخابات الاتحاد السعودي كره القدم. ببدا بتقرير، بعدين باخذ اراء الزملاء الكرام على الملفات والقوائم المستبعده والقائمه الوحيده المقبوله. راح نستمر في التزكيه. خلينا نشوف التقرير ونرجع نعلم. دخل السباق الكثير، عدة ملفات رأت أنها في المسار الصحيح، وقبل الانطلاق استبعد الجميع وبقي بدر الرزيزة بتجربة مثرية في القادسية وحضور متزن وقائمة تجمع بين الخبرة والعلم والحضور المستمر في دائرة الرياضة تجعل الضوء يسطع من ثنايا الملف والترقب يزداد عند الشارع الرياضي. فقائمة بدر تجاوزت الاختبارات ونجحت بمواصلة المسار وتركت خلفها بقية القوائم تعيش أزمة الاستبعاد. ويعيش الاتحاد السعودي مرحلة مفصلية بين استقالة الإدارة السابقة برئاسة الأستاذ ياسر المسحل بعد إخفاقات عاشها الأخضر متكررة وغضب جماهيري تصاعد حتى اقترب من الانفجار أجبر الرئيس السابق على الخروج وفتح أبواب الترشيح للقادم وبداية حقبة جديدة تنتظر فيها الكرة السعودية العمل قبل الكلام والاعتذار عن الخطأ قبل الأعذار ورسم خارطة النجاح أكثر من مجرد الرهان. واليوم نجد الواقع يقودنا لسؤال، والواقع لا يخفى عليه الحال. هل القادم هو ما ينتظره المشجع منذ أعوام؟ طيب اعتقد التقرير يتحدث عن امر واقع وحاصل. حمد، اباخذ من كل واحد دقيقه بشكل سريع. حمد، اتكلم معك اليوم كل القوائم مرفوضه، قائمه وحيده المقبوله. بالاخير اي احد يتكلم معه يقول لك والله هذه الشروط. هذه الشروط وهم طبقوا الشروط، بس انه يا اخي عبد الرحمن، انا من بدايه او من بعد استقاله الاستاذ ياسر المسحل تقريبا باسبوع او خلينا نقول ب10 ايام ظهرت انباء عن انه بدر رزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ما يترشح مثلا رؤساء آخرين أو مرشحين للرئاسة. وعلى هالطاولة زميلنا أبو عبد الله الأستاذ علي العنزي تميز أيضا في نقل هالمعلومة وذكر أنه يمكن انفرد فيها أنه بدر رزيزة رئيس الاتحاد السعودي، وكان يأكد ترى. وأنا الحين بشوف من ابو عبد الله كيف ابو فهد الله يرحم عبد الله. امين يا رب. ابو فهد انا بالنسبه لي ابى اشوف الثقه هذه من وين جابها، يوم انه ياكد يقول هو الرئيس. الحين ترشح 5 واستبعدوا كلهم وبقى بدر. بس قراءة المشهد. ايه بس انا بقول لك شيء ابو ساره، ما عندي مشكله في انه الاستاذ بدر رزيزة او غيره يتولى رئاسه الاتحاد السعودي، انا وايضا في تطبيق النظام. بس الشروط اللي وضعوها اعتقد انه بعضها زي مثلا موضوع اجاده اللغه الانجليزيه، انا بالنسبه لي ما اشوفه عائق. اليوم في مترجمين، فيه سكرتاريه ممكن تعمل معك. اليوم في رؤساء اتحادات كبيره ورؤساء انديه من اكبر انديه العالم ما يملكون اللغه الانجليزيه مثلا. فانا عندي ملاحظه فقط على وضع الشرط هذا، وكانه هو الشرط الاساسي انه يقبل. لما يجي من متى هذه الشروط؟ بس تعرف من متى هذه الشروط؟ طيب بغض النظر ان شاء الله له 50 سنه. ابو ساره، انت اليوم تبغى رئيس عنده مؤهلات لقياده الاتحاد السعودي بكل اقتدار، ولا عنده لغه انجليزيه بس؟ أكيد. لا ابي الثنتين. حلو، تبي الثنتين صح؟ إيه؟ بس انا بالنسبه لي لو جاء واحد عنده قدره وكفاءه بس ما عنده لغه انجليزيه، وواحد عنده فرق حمد ما عنده قدره وكفاءه وعنده انجليزيه. فرق. عشان كذا انا اقول لك هي بس موضوع اللغه الانجليزيه. انا بالنسبه اللغه الانجليزيه عندك فرق، ترى في فرق بين اجاده اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه اللي يقدر يتحاور يتكلم معك، واتقان اللغه الانجليزيه. اتقان اللغه الانجليزيه بمعنى ان كل المصطلحات ممتاز، انك انت حافظها عن ظهر قلب وعارف
وش قاعد تتكلم. بس كثير ناس يجيدون اللغه الانجليزيه، يخلص لك حوار، يخلص لك اجتماع، يخلص لك ديل، ما عنده مشكله، بس هو ليس بمتقن اللغه الانجليزيه، يعني ما يقدم لك شرح 50 وهم سلايد. يبون متقن، متقن ايه؟ لاني شفت انهم حطوا اختبار لا عطني المعايير لاتقان وشي كمان. ما شفت انا معايير. قالوا انهم جابوا شركه بريطانيه سوت اختبار انجليزي انا بالنسبه لي فقط هذا الشرط. الواضح الان عبد الرحمن انه الاستاذ بدر الرزيزي اصلا من يوم استقالته من القادسيه هو واضح انه هو اللي بيكون رئيس للاتحاد السعودي. نتمنى له التوفيق اذا كان خلاص سواء بالتزكيه او بغيره، لانه المرشح الوحيد هو. فان شاء الله تكون مرحله ايجابيه للكره السعوديه باذن الله تعالى. علي، في البدايه ما يلحقني شك ابدا في قيمه وقامه ومكانه الاستاذ بدر الرزيزه. بس علمني انت شلون تكلمت بكل الثقه ذيك. خليني بقول لك شغله. كيف كنت عارف انت انه هو الرئيس؟ لان كل الامكانيات كانت متوفره فيه. كل الامكانيات كانت متوفره فيه لعده. اولا بس خليني اتكلم على شرط اللغه الانجليزيه اللي اساسا هو موجود في النظام الاساسي للاتحاد السعودي من 2012 وليس 18. من 2012 وتم الاخذ فيه في 2012 و2018 في فتره الاستاذ ياسر المسحل اللي هي 2023 الى وقتنا الحالي. فبالتالي مرحله التشكيك في قدرته انا اعتقد انها مرحله تجاوزناها لعده اسباب. اليوم الامكانيات الكبيره والخبره اللي يملكها الاستاذ بدر الرزيزه نعتقد انها خبره سواء كانت علميه او عمليه، خبره كبيره جدا. لكن خليني اتكلم على موضوع ما صنع مع القادسيه خلال عامين. اللي سواه مع القادسيه للامانه من شركه نادي القادسيه وهالفريق هذا في ادارته وفي حوكمته في اموره الكامله، انا اعتقد انه كان مختلف تماما. اليوم نتمنى له التوفيق. قائمه جدا ممتازه. انا متفائل ان المرحله المقبله بالنسبه يعني للكره السعوديه بشكل عام انا اعتقد انها مرحله مهمه جدا. اليوم حتى اليوم عبد الرحمن المستبعدين القوائم يحق لهم يعني الطعن ويروحون مركز التحكيم والاستئناف فيها. لكن انا اعتقد ان هذا كله مضيعه للوقت مع كامل التقدير لاشخاصهم. انا اعتقد ان الشخص المناسب هو في المكان المناسب. استاذ بدر الرزيزه انا اشوف باذن الله تعالى المرحله تكون مختلفه كليا معاه في السنوات القادمه بحول الله تعالى، ونتمنى له التوفيق. ابو ساره بس انا شعرت كذا كانه علي يعني حس اني انتقد لا انا ما اتكلم عليك. لا ترى والله اني اتكلم كمبدا للاتحاد السعودي من ناحيه الشرط هذا بس. طيب المبدا الاتحاد السعودي ولا بالعكس هو كفاءه قدم عمل منظم والكل يشيد فيه. صح. وكان نموذج مثالي في رئاسه الاتحاد السعودي. لا انا اتكلم عن نظام الاتحاد السعودي. وحتى لو كان قلت لعبد الرحمن لو كان من 50 سنه مو من 2012. ممتاز. انا بالنسبه لي ما اشوفه ذاك الشرط. لا بس انا ترى كان كلامي مو عليك ابو ابراهيم. انا كان الكلام لان مرحله التشكيك في قائمته وفي شخصه كانت كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. صح ولا لا؟ لا بس انا بالنسبه للتشكيك لا انا اقصد فيه ليه بالذات هو عشان كذا ولا عشان كذا، فكان التشكيك حوله كان كبير. جميل. تدري ليش ابو فهد؟ بس انت تتفق معي صح؟ لانه نفس كلامي اللي قلت لك انه كان كل الاعلام يؤكد انه بدر الرزيزه رئيس الاتحاد السعودي. كانوا واثقين انه هو الرئيس. طيب خلينا ناخذ رايك. ممكن انها بمشي على كلام ابو فهد انها لانه الشروط كانت هو الاكثر شخص تنطبق عليه الشروط وغيره. انا بمشي معه. ابى اروح مشعل ايش رايك؟ ايوه بساره، بالنسبه لي الاستاذ بدر الرزيزه يستحق هذا المنصب. يعني قدم عمل كبير مع نادي القادسيه ويستحق هذا المنصب. بالنسبه لي انا حتى الان ارى ان الانتخابات ما حسمت بشكل كامل الاستاذ بدر الرزيزه، لسه باقي طعون وباقي اشياء اخرى. انا بحسب ما اعلم ان الاستاذ خالد الغامدي يقدم طعون ضد قائمه بدر الرزيزه وطعون ضد استبعاده. هذا الامر راح يحصل في الايام القادمه. الاستاذ خالد الغامدي يملك خبره كبيره في هذا المجال. الموسم الماضي يعني في النادي الاهلي تم استبعاد قائمه خالد الغامدي بشكل كامل من الانتخابات. بعد اسبوع تقريبا تفاجأنا بعوده خالد الغامدي رئيس واستبعاد القوائم الاخرى. يعني الاستاذ خالد الغامدي يملك يعني فريق انتخابي قوي جدا، يملك خبره كبيره في هذا. طيب ابو انمار وش رايك؟ شوف عبد الرحمن، انا اشوف انه الشرطين الاساسيه اللي ابعدت بعض الرؤساء مثل حاتم الخيمي والاستاذ خالد الغامدي هي الشرط الاول انه الخبره الاداريه ان تكون سنتين من 5 سنوات واتقان اللغه الانجليزيه. انا اشوف هذه الشرطين مجحفه من وجهه نظري.
ولكن في نفس الوقت هل الشرطين هذه أتت بموافقة الجمعية العمومية؟ هل اعترض عليها أحد على النظام الأساسي؟ فإذا إذا الجمعية العمومية موافقين على هذه الشرطين، فأنا الصراحة أنا مستغرب من البعض اللي يعني يعترض على هذا الموضوع. ولكن أرجع في نفس الوقت إلى وجهة نظري، إنه أنا أشوف إنه شرط إتقان اللغة الإنجليزية تحديدا أنا أشوفه الصراحة مجحف. أنا كنت أتمنى إنه ما يكون شرط أساسي، أنا أتمنى كنت إنه يكون ميزة. إذا تعادل المنتخبين مثلا في آخر الأوقات، ولكن وفي آخر الأوقات متعادلين في كل حاجة، فأنظر إلى ميزة إتقان اللغة الإنجليزية، وهي التي سوف ترجح المنتخب على المنتخب الآخر. طيب هذه بس ختاما للحديث، هذه الشروط موجودة منذ فترة طويلة، وأعتقد أن عندنا في الجمعية العمومية في خلل بصراحة واضح وصريح. يعني اليوم احنا ما ننتبه للشيء من الأنظمة الموجودة إلا بعد خراب مالطا، يعني بعد ما أن احنا ندخل في الأحداث ونبدأ الشغل بغير نقول والله الأنظمة عندنا مو بصح، والله الشروط مو بصحيحة. كنا نتكلم عن الشروط سابقا، أن تدخلوا الجمعية العمومية، تكلموا مع الاتحاد السعودي، عدلوا الشروط، عقدوا جمعية عمومية. لا، يعني مو بس إتقان اللغة الإنجليزية، يعني اللي حسب ما وصلني اللي استطاع أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية 2، بدر الرزيزة والغفيلي، القائمتين ذي بس ترى، والبقية استبعدوا. واللي استغربه ترى الدكتور حاتم خيمي ماجستير من ميامي، فما ادري وش الاختبار كان الصراحه. يعني شلون هذا دارس في ميامي ومخلص ماجستير وراجع وقصه، وبالاخير هو مو بعارف. استبعد بس عشان الانجليزي. اعتقد الخبره الرياضيه. الخبره الرياضيه كابتن حاتم خيمي بسبب الخبره الرياضيه. ويقول لك 2 اللي اجتازوا اللغه الانجليزيه. بس انا اتكلم كمان حمد، اليوم الخبره الرياضيه مش محسوبه. يعني اليوم انا توقفت فتره من فترات ورجعت، كفاءتي تدل على اخر تحديث في الخبره الرياضيه؟ لا. اليوم هل انت ما في الا بالوسط الرياضي هم الاكفاء؟ لا، في عندنا خارج الوسط الرياضي. كابتن حاتم كان لاعب و30 سنه في المجال الرياضي يمكن، ولا خلينا نقول 25 سنه عنده خبره. عشان كذا اقول لك مفترض كان في استثناءات، سواء الموضوع الخبره، اخر سنتين العمل اللي هي ممارسه العمل الرياضي. انا اعتقد انه كان اخر 5 سنوات. اي اخر 5 سنوات لازم يكون اقل شيء 2. عرفت؟ انا اقصد لاعب زي حاتم خيمي، زي القائمه اللي فيها الكابتن محمد عبد الجواد، كلهم ومحسن الجمعان، كلهم استبعدوا بسبب انه ما مارسوا عمل في الانديه او المجال الرياضي اخر 5 سنوات. طيب هل هذه ممكن تنطبق على النظام الاساسي اليوم واللوائح الموجوده في الاتحاد السعودي لكره القدم اليوم؟ ممكن تكون مو بعارفها. لا مو متعرف، موجوده هذا يا اخي هي موجوده، بس انك اليوم انت ما انت عارف كيف تطبقها. لكن في نقطة، كل شيء موجود. يعني هنا شوف، أنا أكثر نقطة للأمانة متحمس إني أشوفها على أرض الواقع مع الأستاذ بدر الرزيزة. كان موجود عندنا في دورينا غير، في لقاء ظاهر سابق كان موجود، كان يتحدث عن آلية تأخير القرارات. كان عنده قرار وشكوى كانت مقدمة من القادسية ضد الأهلي بموضوع اللاعبين والقائمة، عبد الرحمن إذا كنا نتذكرها، وجلس الموضوع تقريبا 4 إلى 5 أشهر.